تعالي نعمل الكفتة بطريقة جميلة جدا واحسن من كفتة الحياتي كمان بمراحل، وهتبقى كمان كمية كتيرة جدا جدا. هنحط مكون جميل جدا مش هيبان فيها ولا هيبان في الطعم، وكمان هتدمنيها بالمكون ده، وغير كمان انها موفرة جدا جدا. تعالي نشوف المقادير وطريقة التحضير قبل ما ندخل على اي فيديو. بنصلي على الرسول وبنذكر الله وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وكل عام وانتم بخير. معايا هنا حزمة من البقدونس، ومعايا بصل وفلفل، وكمان ممكن تحطي فلفل حار او بارد، دي حاجه ترجع لراحتك. ومعايا 4 فصوص توم او 5 فصوص توم، ومعايا كل ربع لحمه، ومعايا ربع كيلو من الدهن، ومعايا كمان فلفل اسود وبابريكا وكمون وبصل بودر وتوم بودر ورشه من السبع بهارات. ولو عندك جوز طيب يا ريت تحطي كمان رشه من جوز الطيب، بتخلي الكفته بتروح في مكان تاني خالص. ومعايا كمان المكون اللي احنا هو البرغل. عندي هنا كيلو الا ربع اللحمه، هحط عليهم كوبايه ونص من البرغل. طبعا بيكتر معايا الكميه جدا جدا، ما بيبانش خالص الطعم في الكفته خالص خالص. بتحسي ان انتي بتاكلي لحمه بس مفيش حاجه تانية. جميل جدا جدا. بغسله وبسيبه كمان 5 دقايق بس منقوع في الميه، ما يزيدش عن 5 دقايق يا جماعه في الميه بس. وبعد كده بصفيه وباخده. هنشوف هنعمل فيه ايه دلوقتي. طبعا البصل زي ما انتوا شايفين كده هفرمه فرم ناعم جدا جدا. طبعا واحنا بقى بنفرم البصل كده اقول لكم ان اللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس على الكل، ولو كنت مشتركه انزل بسرعه اعملي لايك وجزاك الله كل خير. يلا بينا ونشوف الطريقه بتاعتنا النهارده. اسفه جدا يا جماعه على جوده التصوير، طبعا جوده التصوير وحشه جدا جدا. كان ابني لسه صغير هو اللي بيصورني، كان الستاند وقع وانكسر، فهو اللي كان بيصورني في الوقت ده، فكان التصوير وحش جدا جدا. طبعا خدت البصل كده نزلت الميه اللي فيه كلها، لان الميه دي هنحتاجها بعد كده، وهنزل بقى بالبصل والبرغل شايفين كده بالشكل ده. هنزل كل المكونات بقى مع بعضها، وهفرم كل الحاجات دي مع بعضها كده بالشكل دوت. ممكن تعمليها على كام مرة لو الكبة بتاعتك مش هتاخد المقدار كله، ممكن تعمليها على كام مرحلة. لكن انا كانت الكبة بتاعتي كبيرة. وهنزل بالبهارات بتاعتي كمان اللي هي توم باودر، بصل باودر، كمون وفلفل اسود، وكمان رشة من السبع بهارات ورشة من جوز الطيب، وكمان الدهن ربع كيلو من الدهون نزلت بيه كمان عليها. وهفرم كل الكلام ده كله كده مع بعضه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. نزلت بكل حاجة بالفلفل والثوم وكل حاجة ما عدا البقدونس او هو البقدونس اللي كان فاضل بس سيبته. طبعا كل شوية هتمسكي السباتلة بتاعتك وتقلبي كده في الكبة علشان كلها تتخلط مع بعضها. هنا خلاص خلطتها جبتها كده، حطيت عليها البقدونس ده يا جماعه اوراق البقدونس بس. وهبدا ان انا اعجن كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت لعند ما يبقى عندي مكونها كده خيوط. يبقى كده خلاص النتيجه بتاعتي كده تمام، في تماسك معايا في الكفته بتاعتي. بعد كده هعمل لها يعني هجوف فيها كده من جوه، وهحط حته من الفحم كده زي ما انتوا شايفين، قطعه من الفحم كده، وهنزل عليها بشويه من الزيت وهغطي. عملت التجويف ده وجبت طبق عندي صغير كده وحطيت في حته فحم، وانزل عليها بشويه زيت كده واغطيها واسيبها 5 دقايق بس. بصراحه نقلت الكفته معايا لمكان تاني خالص يا جماعه، جميله جدا جدا. معايا هنا ميه البصل، وحطيت عليها كمان نص معلقه من بابريكا ومعلقه زيت بالشكل ده كده، وكمان شويه ملح صغيرين جدا. وهبدا ان انا اصبع الكفته بتاعتي، دي اللي بتديني اللون بتاع الكفته الجميل جدا جدا ده يا جماعه. شايفين بالشكل ده كده. انا كان عندي عصيان الشيش طاووق، مش كان عندي عصيان اللي بيتصب عليها الكفته او اسياخ، فصبعتها على عصيان الشيش طاووق بتبقى جميله جدا. باخد العصايتين بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وببدا ان انا اصب عليها بالشكل ده. وطبعا ميه البصل دي علشان انعم بيها الكفته بتاعتي، وبتدي لون جميل جدا جدا. شايفين بالشكل ده كده بكل سهولة. طبعا انت ممكن تعملي تحت الكفتة دي خضار، وممكن كمان تعمليها على الجريل، وممكن تعمليها على الشبكة بتاعت الشواية. لها كام طريقة، ممكن تعمليها بأي طريقة من الطرق ديت. انا مش يعني ولادي طلبوا ان هم يكون تحتها خضار، فعملتها بصراحة بخضار. بعد ما كنت هعملها كده وجهزت الصينية خلاص قالوا لا احنا عايزين تحت منها خضار. وفعلا هي بتبقى جميلة جدا جدا. الخضار اللي تحت منها بيبقى طعمه جميل جدا. انا هنا عندي طماطم وبصل
وقرنين من الفلفل كده وبطاطس. قطعت كل ده حلقات وحطيته وتبلته فلفل اسود وملح، مش اكتر من كده. وهنزل عليها كمان بمعلقتين من الزيت. هي طبعا الدهون بتاعه الكفته كده هتنزل عليها، بس برضو حطيت عليها معلقتين من الزيت صغيرين كده وكوبايه ميه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهبدا ان انا اصبع الكفته وارصها عليها بالشكل ده. طبعا كان عندي المساكه ديت، فانا فتحتها كده بالشكل ده علشان الكفته بتاعتي ما تنزلش على الخضار وتفك. فانا عملتها زي علشان اعرش عليها كده عصيان الشوش طاووق، يعني كانها مشويه، وهي بالفعل خرجت كانها مشويه بالظبط. هبدا ان انا اخلص كل الكفته اللي معايا دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. صراحه الطريقه جميله جدا جدا، والبرغل بيكتر معاك الكميه، وكمان مش مفيد جدا جدا يا جماعه. وكمان ما بيبانش في الطعم نهائيا، يعني الطعم بيبقى كله كانك انت عاملاها كفته لحمه بالظبط، مفيش اي حاجه فيها خالص. الطعم والملمس بتاعها جميل جدا جدا جدا، وريحتها كانت ما شاء الله جايبه اخر الدنيا بالشكل ده. حلوة جدا جدا في العزايم، وحلوة في المناسبات جدا جدا يا جماعة، وموفرة جدا جدا. جربوها بالطريقة دي. انا ما كنتش بعملها بالبرغل بصراحة، بس لما عملتها بالطريقة دي انا الولاد عندي قالوا مش هتعملها الا كده يعني خلاص اعتمدتها بصراحة. تحفة. جربوا الطريقة دي وادعولي بقى ان شاء الله. ومش هقول لكم تاني بقى، اللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس على الكل. لو كنتوا مشتركه انزلوا بسرعه حط لايك، وكمان اكتبوا لي كومنت جميل عشان كومنتاتكم بتفرحني جدا جدا. هخلص كل الكميات اللي شايفينها دي يا جماعه كده بالشكل ده. شايفين طلعت معايا كميه جميله جدا جدا جدا. انا حاولت ان انا ارصها كده بالشكل ده علشان يعني ما تنزلش على الخضار، وكمان يعني تاخد من الميه بتاعته. لا انا السوائل اللي هتنزل من الكفته هتنزل على الخضار، فهي بتدي الخضار طعم جميل جدا جدا. شايفين يا جماعه الشكل ما شاء الله. طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. الشكل كان جميل جدا جدا، والطعم كان اجمل واجمل. شايفين الشكل ما شاء الله بيتكلم عن نفسه. اعملي جنبها بقى. انا كنت عامله سلطه الحاتي، بصراحه كانت سلطه جميله جدا جدا. وكمان كنت عامله طحينه كانت جميله جدا جدا جدا. كنت عامله الطحينه كمان في البيت، ما كنتش شارياها، يعني كانت الاكله بصراحه كلها كده تقريبا من البيت، فكان كل حاجه تمام يعني. وكنت عامله كمان العيش في البيت، يعني كانت كل حاجه تمام. اعملي كل حاجه لولادك في البيت وسعديهم، ومش تنسوني من خالص دعاكم، واسيبكم ان شاء الله في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.